لو عندك كمية رز، صلى على النبي كده، لو عندك كمية رز كبيرة وخايفة عليها انها تسوس او تدوت، اعملي الطريقة ديت هتعجبك قوي. معايا طريقتين، بسم الله ما شاء الله، الطريقتين احسن من بعض. في بداية الفيديو كده يا حبيب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات علشان كل وصفة من وصفات مطبخ انا عبده توصل لكم. لو عندك كمية كبيرة من الرز وخايفة عليها انها تدوت او تسوس، تعالي خش الفيديو هتستفادي من الفيديو. وفي فكرتين في الفيديو احسن من بعض. الطريقة الاولى هنعبيه في برطمانات زي ما انتم شايفين كده. دي الطريقة الاولى يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صل على الحبيب قلبك يطيب، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. بصوا كده يا حبايبي، هنحطه كده مايل في التلاجة، تمام، او في الفريزر، وشرط يكون الفريزر نفروست، تمام. هنعبي الكمية كلها وهتعجبكم الفيديو ده هيعجبكم كلكم يا حبايبي. بصوا بقى، برطمان ده بياخد 3 كيلو وممكن يكون 4 كيلو كمان، تمام. هنحطه ونعبيه فيه زي ما انتم شايفين كده، طريقة حلوة وجميلة هتعجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفة من وصفاتي توصل لكم. حبايبي واخواتي في الله، انا بحبكم في الله بره مصر وجوه مصر. ربنا يدومكم في حياتي نعمة يا رب. هنصلي على النبي كده ونبدأ بنسمي بسم الله. صلوا على الحبيب قلبك يطيب، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. منورين يا حبايبي بره مصر وجوه مصر. هنبدأ بسم الله، هنفضي بقى الرز، كمية الرز اللي احنا عايزين نعملها وهنعبيها زي ما شفت في أول الفيديو كده، تمام. ممكن جردل ياخد 5 كيلو أكتر أقل، ممكن في أكياس كمان، بس كيسة جوه كيسة، تمام. ده يحفظه، هيتحط يا حبيب قلبي في الفريزر. الفريزر هيحفظه مش هيجمده، هيتلجه، هيخليه ساقع، عمر ما في حاجة تيجي فيه، تمام. زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي، انا معايا الكوباية وهنعبي في البرطمان زي ما شفتوا في اول الفيديو كده. بس شرط يكون الفريزر نفرست عشان ما ايه، ما يجرالوش حاجة، تمام. هنحطه في الفريزر او في التلاجة من تحت، في الارضية على الازاز كده، في التلاجة يا حبيب قلبي ببرطمان. بس اهم حاجه ان احنا نغطي البرطمان حلو عشان ما يجيش في ميه ولا يجي فيه اي حاجه، تمام. هقول لكم وانا شغاله على الطريقه التانية، تمام. صلوا على النبي كده واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاه على الحبيب مسك وطيب. حبايبي واخواتي تسلموا لي يا رب. بصوا بقى على الطريقه التانية يا حبايب قلبي. الطريقه التانية بنحط الرز بردك كده ونفضيه ونقلب فيه ليمون مجفف او ليمون هو فريش. الليمونات اللي احنا بنعمل ليموناتا ده الاخضر، هتقولوا هيعفن، لا مش هيعفن. الليمون ده هينشف بس جوه الرز، هيجف وهينشف مش هيعفن جوه الرز، بس شرط يكون الليمون اخضر. هنحطه جوه الرز ونقلبه مع ورقتين من اللوري، ورق لوري. وفي ناس بتحط ملح ليمون، بس افضل ما تحطوش ملح ليمون، لان الملح الليمون غلط ومضر، مضر بالصحه، مش حلو، تمام. هو كفايه الوصفه التانية دي، الفكره التانية ديت بنحط ورق لوري بس، ونحط ليمون اخضر جوه الرز. هو هينشف يا حبايبي ما تخافوش، هو هينشف مش هيعفن، هينشف بس جوه الرز. دي الطريقه التانية، والطريقتين احسن من بعض، اي طريقه فيهم تعجبك ممكن تعمليها، تمام. ده لو انت عندك كميه كبيره من الرز. صلى على النبي كده واذكروا الله وحط اللايك يا عسل. اللهم صل على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اللايك واقع كده، حطوا اللايك فضلا وليس امرا. انا بوريكم حبه الرز نظيفه وجميله وزي الفل، بسم الله ما شاء الله. بس عشان الجو حر احنا بنخاف الحاجه تبوظ مننا، خساره. كيلو الرز دلوقتي 30 جنيه ويعدي 30 جنيه، فحرام الحاجه تخسر وتبوظ مننا. احنا بنشيله ونحفظه ونشيله ودنه، وعندنا مسافه وعندنا كوبايه في قلب الجيركن او البرطمان نغرف بيها كده وناخد الكميه اللي احنا عايزينها. عايزين كوبايه، عايزين اكتر، عايزين اقل، حسب العدد بتاع افراد الاسره بناخد الكميه اللي احنا عايزينها. اه لو وصلتوا لحد هنا يا عسل حط لايك واعملوا اشتراك بالقناه. حبايبي بره مصر وجوه مصر، انا بحبكم في الله، ربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب. شوفوا بقى عبيت البرطمان كده، تمام. زي ما انتم شايفين هنعبي دول في حاجه تانية اهوت. عبيت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. يا نحطه مايل يا نحطه واقف على اي بصوا الفريزر لو مش واخد واقف البرطمان، هننيم البرطمان كده في الفريزر، سواء الفريزر سواء التلاجة، تمام.
بس اللي احنا الوصفه التانية يعني الطريقه التانية اللي بتحط عليه ورق لوري وملح الليمون والليمون والحاجات دي بيتساب بره عادي. تمام، ده هدخله التلاجة. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه التانية اللي هي بملح الليمون، بس ما تحطوش ملح ليمون. ممكن تحطوا شويه ورق لوري كده على تقلبوه فيه، وليمون فريش اللي هو العادي اللي احنا بنعمله ليموناته وليمون ده. تمام، بس يكون اخضر. بس ده الوصفه الطريقه ديت بتدنها بره التلاجة يا حبايب قلبي، اللي هي التانية ديت. اللي انا بعملها دلوقتي دي بتخش التلاجة اللي هي في البرطمانات ديت. تمام اهو. نعبي الكميه كلها كده اهو، بصوا. بسم الله ما شاء الله. بس اهم حاجه ان احنا نغطي عليه. انا بوريكم حبه الرز جميله جدا ما شاء الله. نغطي عليه البرطمان، نغطي غطا البرطمان حلو، علشان ما يخشش فيه اي ميه ولا اي حاجه. تمام. الغطا يكون محكم. ويستحسن لو عندك كيس التخزين تحطوها تحت الغطا عشان تربط الغطا حلو. ما يبقاش ايه مهوي معانا وايه ويفك مننا بسهوله. تمام. صلوا على الحبيب كده. بصوا فك معايا، بصوا. احاول نربط حلو، نقلل من كميه الرز ونربط. تمام كده اهو. في اي وقت هنحتاج الرز هنطلع من قلب البرطمان ده يا حبيب قلب اهو. بسم الله ما شاء الله. بياخد كميه كبيره وهيبقوا معانا حلو برضك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبيبي يا رسول الله، دمتم في رعايه الله.